وحيت انا الكبيره في خواتاتي الضر باش يديني نخدم في واحد الدار، وهذيك الدار مولاتها واحد المرأة مسمومه وشكاكه بزاف ولا باس عليهم اش من يا طوموبيلات وش من مشاريع عندهم، وغير داك الفيلا يا سلام. المهم كانت كتعذبني وكتضربني وما كتخلي ما تقول لي بالسبان، والسبب حيت انا زوينه بزاف ولاطاي ديالي اي راجل كيتمناها، وهي كتبان قدامي بحال شي وحده هاربه من القبور. المهم راجلها راجل اعمال كبير وعندها بنت وولد صغار، اكتشفت بانها غير شارياهم ماشي ولادها حيت ربي ما عطاهاش الولاد. المهم يوم بعد يوم كنعيش المرار، ومع ذلك غير صابر على اساس الاسره ديالي اللي محتاجين ليا نعاونهم. حتى لواحد النهار هي وراجلها كانوا خارجين، انا كنت كنجمع الدار ونسيقها، حتى صادفت واحد الكسيوه زوينه غير مرميه في الدار، عجبتني قلت نلبسها. مني لبستها جاتني كتحمق حيت كيما قلت لكم عندي لاطاي واعره، وحتى الترمه ديالي واقفه وبزاز لي حتى هما. والاشكال هذيك الكسوه حنا الفقراء كنلبسوها غير في النعاس، اما هادو اللي لاباس عليهم غادي كيخرجوا بيها. ولكن ماشي هذا هو الاشكال هو مول الدار وراجلها رجعوا للفيلا على غفله، حتى كيلقاوني لابسه ديك الكسوه. راجلها بقى غير حال فمو وهي بدات كتسب فيا وجرات لي من شعري وبدات كتنتف فيا، وكون ما كانش راجلها كون قتلاتني. تما جمعت انا حوايجي وقلت لها بسلامه انا ماشي عبد ديالك، حنا واخا فقراء وما عندناش الفلوس ولكن عندنا الكرامه وعندنا القناعه، وهادشي كامل اللي درتي ليا ربي يخلصك. راجلها تبعني وحيد لي البليزه ديالي وقال لي غير رجعي دخلي ما تديش على هذيك راها مريضه بالاعصاب. المهم داز داك النهار بالكشايف حتى الليل وانا ناعسه في البيت اللي عطاوني نسكن فيه، حتى كنسمع الحس ديال الخطوات كيقربوا لبيتي. شعل الضو لقيت الحاج راجلها قال لي غير انا ما تخافيش، هاد الزين كله فيك وداك الخير كامل وغتحرميني منه، من اليوم نتيا ديالي وغنتزوج بيك، وهاد المجنونه راه طلعت لي في راسي غندبر ليها على شي مشكل باش نتفارق معاها. وانا كنت ما لابسه والو ناعسه ومغطيه. واحد شويه قال لي حيدي الفراش عليك، قالت لي سير الحاج راه مراتك غتحصلنا عاوتاني وغتشوهنا، راه غير الكسوه ودارت لينا عليها حاله. قال لي خليها تحصلنا باش نتزوج بك بالقانون. دخل معايا في الفراش كيلقاني ما لابسه والو، حتى كدخل علينا مراته ولقاتنا في داك الحال، وبقات كتغوت كتمشي وكتجيب معاها واحد الموس وكتخشيلو في ظهره ومات، وبدات كتغوت وكتقول لي قتلتيه يا بنت الحرام بالعاني، بغات تلصق لي التهمه وكتقول لي شدي في الموس باش زعما يبقاو البصمات ديالي. انا بقوه الدهشه والخوف وملي شفت داك الديكور اللي كتقول لي كنديرو، قالت لي دابا غتقطعي طراف طراف وغنديرو في البلاستيكه وغنلوحو طرف بطرف باش ما يسيقوش الناس الخبار. وداكشي اللي بدينا كنديرو، قطعناه طراف طراف ودرناه في بلاستيكات. ولكن المشكله كيفاش غنخرجوه من الفيلا. بقاو معنا في الفيديو الجاي باش تعرفوا الجزء الثاني، وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو. السلام عليكم. انا واحد البنت خدامه في الضيوف، والسبب اللي خلاني نخدم هو الاسره ديالي مساكن ما فحالهمش، وحنا 3 ديال البنات وبابا كيبيع غير البيض في الكروسه. داكشي علاش حس بزمان غلبو، وحيت انا الكبيره في خواتاتي الضر باش يديني نخدم في واحد الدار، وهذيك الدار مولاتها واحد المرأة مسمومه وشكاكه بزاف ولا باس عليهم اش من يا طوموبيلات وش من مشاريع عندهم، وغير داك الفيلا يا سلام. المهم كانت كتعذبني وكتضربني وما كتخلي ما تقول لي بالسبان، والسبب حيت انا زوينه بزاف ولاطاي ديالي اي راجل كيتمناها، وهي كتبان قدامي بحال شي وحده هاربه من القبور. المهم راجلها راجل اعمال كبير وعندها بنت وولد صغار،
اكتشفت بأنها غير شارياهم ماشي ولادها، حيت ربي معطاهاش الولاد. المهم يوم بعد يوم كنعيش المرار، ومع ذلك غير صابر على أساس الأسرة ديالي اللي محتاجين ليا نعاونهم. حتى لواحد النهار هي وراجلها كانوا خارجين، أنا كنت كنجمع الدار ونسيقها، حتى صادفت واحد الكسيوة زوينة غير مرمية في الدار. عجبتني قلت نلبسها. مني لبستها جاتني كتحمق، حيت كيما قلت لكم عندي لاطاي واعرة، وحتى الترمه ديالي واقفة وبزاز لي حتى هما. والاشكال هذيك الكسوة حنا الفقراء كنلبسوها غير في النعاس، اما هادو اللي لاباس عليهم غادي كيخرجوا بيها. ولكن ماشي هذا هو الاشكال هو مول الدار وراجلها رجعوا للفيلا على غفله، حتى كيلقاوني لابسه ديك الكسوه. راجلها بقى غير حال فمو، وهي بدات كتسب فيا وجرات لي من شعري وبدات كتنتف فيا. وكون ما كانش راجلها كون قتلاتني. تما جمعت انا حوايجي وقلت لها بسلامه، انا ماشي عبد ديالك، حنا واخا فقراء وما عندناش الفلوس، ولكن عندنا الكرامه وعندنا القناعه، وهادشي كامل اللي درتي ليا ربي يخلصك. راجلها تبعني وحيد لي البليزه ديالي وقال لي غير رجعي دخلي، ما تديش على هذيك، راها مريضه بالاعصاب. المهم داز داك النهار بالكشايف حتى الليل وانا ناعسه في البيت اللي عطاوني نسكن فيه، حتى كنسمع الحس ديال الخطوات كيقربوا لبيتي. شعل الضو لقيت الحاج راجلها، قال لي غير انا ما تخافيش، هاد الزين كله فيك وداك الخير كامل وغتحرميني منه. من اليوم نتيا ديالي وغنتزوج بيك، وهاد المجنونه راه طلعت لي في راسي، غندبر ليها على شي مشكل باش نتفارق معاها. وانا كنت ما لابسه والو، ناعسه ومغطيه. واحد شويه قال لي حيدي الفراش عليك، قلت ليه سير الحاج، راه مراتك غتحصلنا عاوتاني وغتشوهنا، راه غير الكسوه ودارت لينا عليها حاله. قال لي خليها تحصلنا باش نتزوج بك بالقانون. دخل معايا في الفراش كيلقاني ما لابسه والو، حتى كدخل علينا مراته ولقاتنا في داك الحال، وبقات كتغوت كتمشي وكتجيب معاها واحد الموس وكتحشيلو في ظهره ومات. وبدات كتغوت وكتقول لي قتلتيه يا بنت الحرام بالعاني، بغات تلصق لي التهمه وكتقول لي شدي في الموس باش زعما يبقاو البصمات ديالي. انا بقوه الدهشه والخوف وملي شفت داك الديكور اللي كتقول لي كنديرو، قالت لي دابا غتقطعي طراف طراف وغنديرو في البلاستيكه وغنلوحو طرف بطرف باش ما يسيقوش الناس الخبار. وداكشي اللي بدينا كنديرو، قطعناه طراف طراف ودرناه في بلاستيكات. ولكن المشكله كيفاش غنخرجوه من الفيلا. بقاو معنا في الفيديو الجاي باش تعرفوا الجزء الثاني، وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو.